مساكم الله بالخير. اليوم عندنا تغطية رائعة مميزة خاصة جدا من مكان خاص جدا في قلب مكة المكرمة. هذا المكان يحتوي آثار الحرمين الشريفين، هو معرض عمارة الحرمين الشريفين. هذا المعرض تقريبا له 16 سنة مبني، وله سبب وجود. لما بدوا يوسعون الحرمين الشريفين وتبدأ المشاريع فيها، قاموا نقلوا المقتنيات الخاصة بالحرمين الشريفين هنا، حتى الناس من كل أنحاء العالم معتمرين وحجاج يجون يتفرجون ويستمتعون. لو تلاحظون واجهة المبنى وشكل البناء جدا قريبة من شكل الحرم، عشان ما نطلع يعطيك نفس الروح. هذا لوح الافتتاح. طبعا هذا المبنى بني في عهد الملك فهد رحمة الله عليه، واللي افتتحه الأمير عبد المجيد رحمة الله عليه. وهذا هو المعرض من الداخل. طبعا هو 7 قاعات ومفتوحة على بعض زي ما انتم شايفين. الحين اوريكم ونسلط الضوء على بعض الموجودات. من الاشياء الجميلة اللي نلاحظها هذا سلم الكعبة عشان يطلعون على الكعبة. هذا عمره طال عمركم 185 سنة، مصنوع بالكامل من الخشب. على فكرة هذا مصنع بالهند، الحرفيين الهنود اللي عملوه يطلعون ويدخلون الكعبة. مقام إبراهيم، هذا مقام إبراهيم استبدل. الحين الجديد اللي موجود بالحرم هذا اللي كان قبله. كان مقام إبراهيم زمان عبارة زي الغرفة الخشبية كذا، لو تدخلون على النت تشوفونها. قاموا استبدلوها بهذا الشكل عشان تسهل الحركة. أيضا من الأشياء الرائعة باب الكعبة. شوفوا هذا الباب في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، فكوه جابوه هنا. من أقدم المعروضات هذا عمود الكعبة. هذا تقريبا عمره قريب 1400 سنة يا جماعة، ما شاء الله من ذاك الوقت والعمود هذا متماسك، لكن مع السنين بدأ يتآكل. شوفوا الحفر حتى اللي فوق. أيضا من الأشياء الرائعة آلة الحياكة. هذه فقط مخصصة للنسيج الداخلي للكعبة. فالكعبة ملبسة من الداخل باللون الأخضر، لو تدخلون ما شاء الله باللون الأخضر، ويحركونها بهذا الشكل وبهذه الماكينة. من الأشياء الرائعة الموجودة مرزاب الكعبة. هذا عمره 416 سنة يا جماعة، عام 1021 هجري. حتى لو تلاحظون شكله من فوق شلون عجيب. وفي المسامير هذه تمنع الطيور انها توقف في هذا المكان. هذا آخر شكل لبير زمزم قبل ما يتم تطويره. بهذا الشكل كان، سبحان الله. شفتوا شلون بير زمزم؟ مجسم توضيحي يورينا كيف تطلع موية زمزم من وسط الصخر. سبحان الله. الحين اوريكم. هذا هو بير زمزم ويوصل الى هنا. بهذا الشكل تطلع الموية من وسط الصخور، سبحان الله، وتنزل على تحت وبعدين الموية تطلع فوق. بهذا الشكل سبحان الله تطلع الموية من وسط الصخور، موية زمزم. من الاشياء العجيبة لما طوروا بير زمزم استخرجوا هذه العملات المعدنية بمرور السنين. من الأشياء الظريفة الموجودة أبوريكم. شفتوا ساعة مكة الضخمة ما شاء الله تبارك الله الموجودة، أكبر ساعة في العالم. أبوريكم كيف كان شكلها. هذه هي الساعة وهذه ماكينتها. شوف الماكينة تشحن يدويا، مكانها هنا. شوفوا هذا هو مكان الساعة القديمة. الآن ما شاء الله أصبحت أكبر ساعة في العالم. هذا القسم الخاص بالحرم النبوي. الحين بسلط الضوء على أهم المقتنيات الموجودة فيه. باب المنبر العثماني. هذا عام 998 هجري، تقريبا له 439 سنة. عشان تتخيلون معي هذا المنبر هو كان في هذا المكان، بس طبعا هذا المنبر في عهد الملك فهد رحمة الله عليه. هذا الباب الضخم هو باب مدخل السلام، باب السلام في المسجد النبوي. هذا تاريخه يرجع للملك عبد العزيز رحمة الله عليه. لاحظوا كيف كان التصميم عجيب. مكان المفتاح. واحدة من الساعات اللي بالمسجد النبوي هذه من الساعات العثمانية القديمة. واحدة من الأشياء اللطيفة اللي صارت هنا بالمعرض أنهم احتفلوا بالزائر رقم 5 مليون. كان من ماليزيا ما شاء الله كرموه، جاء الشيخ السديس ما شاء الله كرمه. أنت الزائر رقم 5 مليون ما شاء الله تبارك الله. المعرض رائع، في بعض المقتنيات فعلا المهمة للحرمين الشريفين. جينا واستمتعنا فيها، والكل لازم يجي ويشوف.